حسام رجع البيت مرهق بعد اللي شافه في الطريق المهجور. أول لما وصل الدنيا كانت ساكتة بشكل يخوف، حتى أصوات الشارع مش موجودة. وقف قدام باب الشقة وسمع صوت خبط على الباب. قلبه بدأ يدق بسرعة وقال في نفسه مين اللي هيجي دلوقتي. فتح الباب بشويش، لقى ورقة صغيرة متنية على الأرض. شالها وبدأ يفردها بإيده وهو متردد. ولما فتحها لقى مكتوب بخط غريب: الموضوع مخلص، ادخل لوحدك لو كنت شجاع. حسام رفع عينه يبص حواليه، البيت كله ضلمة إلا نور بسيط جاي من آخر الممر. قال في نفسه مش معقول اللي بيحصل، أنا بحلم. دخل الممر بخطوات حذرة والأرضيات كانت بتطلع صوت تحت رجليه، وكان حاسس كأن حد بيتنفس وراه. وصل للنور ولقى باب أوضته مفتوح نص فتحة. أول ما قرب للباب صوت حاجة وقعت جوه الأوضة، وقف مكانه متسمر. وبعدين قرر يدخل. أول ما دخل النور طفى لوحده والباب قفل بصوت عنيف. الدنيا بقت ضلمة تماما. حسام حاول يشغل كشاف موبايله لكنه كان سامع صوت حد بيتحرك وراه. بص بسرعة بالكشاف ولقى عيون حمرا بتلمع في الظلام. حسام وقف متسمر مكانه، مش قادر ياخد نفسه، والعيون الحمرا كانت ثابتة في مكانها. وبعدها ظهرت ملامح وجه مشوه، وجه غريب مش شبه أي حاجة شافها قبل كده. حسام حاول يصرخ لكن صوته كان مخنوق كأنه محبوس. فضل يتراجع لورا بخطوات سريعة لكنه خبط في حاجة والكشاف وقع من ايده على الأرض. الصوت العالي بتاع سقوط الكشاف قطع الهدوء، وبسرعة النور اشتغل فجأة. في اللحظة دي حسام لقى نفسه لوحده في الأوضة. كل حاجة كانت طبيعية وكأن مفيش حاجة حصلت، حتى الكشاف كان مرمي على الأرض وشغال. قال بصوت عالي: أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، أنا لازم أخرج من هنا حالا. اتجه ناحية الباب لكن لما حاول يفتحه لقى الباب مقفول تماما وكأنه معمول عليه قفل حديد. بدأ يسمع صوت همسات جاية من الجدران، أصوات غريبة بتكرر اسمه ببطء: حسام، حسام. بص حواليه وهو بيترعش، ولما لف وشه ناحية المراية الكبيرة اللي في الأوضة لقى انعكاسه في المراية مش بيتحرك. انعكاسه كان واقف ثابت لكن كان بيبصله بيبتسم ابتسامة مرعبة. حسام صرخ بصوت عالي: انت مين وعايز مني ايه؟ لكن انعكاسه بدأ يضحك بصوت عالي جدا لدرجة ان حسام حس انه هيتجنن. فجأة الانعكاس مد ايده من المراية وطلع يمسكه من رقبته. ايد الانعكاس وهي طالعة من المراية كانت باردة بشكل غريب جدا، كأنها جاية من مكان ميت. حسام حاول يفلت نفسه لكنه حس إن القوة اللي ماسكاه مش طبيعية. انعكاسه في المراية كان بيقرب وشه منه وعينيه الحمرا كانت زي النار. في اللحظة دي حسام افتكر حاجة، افتكر الورقة اللي لقاها. بسرعة مد ايده في جيبه وهو بيترعش، طلع الورقة وصرخ بصوت عالي: ايه اللي مكتوب فيكي؟ ايه اللي مطلوب مني؟ فجأة كل حاجة حوالين حسام وقفت. الضحك المرعب اختفى، الإيد اللي كانت ماسكاه اختفت هي كمان، والمراية بقت فاضية زي الأول.